السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. النيجر توجه الشكر للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أول خطوة وإجراء عاجل يقوم به من أجل مصلحة الشعب في النيجر. فحسبما أكد أدام غربة زعيم مؤتمر جميع التقدميين بأن الجزائر أصبحت تمد جمهورية النيجر بالكهرباء بشكل مجاني بعدما رفضت نيجيريا تلك المساعدة في ظل الأزمة الراهنة داخل البلاد. وقد أوقفت شركة النقل النيجيرية TCN إمدادات الكهرباء في النيجر ردا منها على الانقلاب العسكري الذي حدث منذ أيام ضد الرئيس محمد بازوم. وكانت هذه الخطوة جزءا من حملة الضغط على قادة الانقلاب في النيجر، لكن الجزائر تدخلت على الفور لإنقاذ الشعب في النيجر وأعلنت تزويدها للنيجر بالكهرباء بشكل مجاني، ورفضت أي مساعدات أو تدخلات أجنبية في الشؤون الداخلية للنيجر. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.